السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وطلاب الغاليين، طلاب تانية إعدادي في كل أنحاء مصر. معكم أستاذ مجدي أحمد، أستاذ تاريخ للثانوية العامة. النهاردة جايين يا جماعة عشان نكمل سلسلة الفيديوهات. احنا خلصنا الوحدة الأولى وإن شاء الله ينزل لك عليها مراجعة جامدة جدا. احنا النهاردة في أول درس معانا في الوحدة الثانية، والدرس بعنوان أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي. طب يا جماعة احنا النهاردة هنتكلم عن أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي، بس أنا عايز أنبهك لكام نقطة كده بسيطة جدا وتركز فيها بعد إذن حضرتك، بعد إذن سيادتك. حاجة سهلة جدا جدا جدا. ركز معايا هنا كده أهو، بص كده وسمي الله باشا. في البدايات خالص أنا عايز أقول لك إيه؟ في البداية خالص أنا عايز أقول لك إن إحنا مصر دي يا جماعة كانت تحت حكم الإيه؟ تحت حكم الرومان. كانت مصر تحت حكم الرومان يا جماعة، وكان بيحكم مصر حاكم روماني. ماشي. والحاكم الروماني ده مستر كان بيضطهد المصريين بشكل كبير جدا، وكان بيضطهدهم ويبطش بيهم، خصوصا بعد اعتناقهم المسيحية. المسيحية تاني. مستر مصر كانت تحت حكم الرومان، كان بيحكمها حاكم روماني. مستر تعرض المصريين لاضطهاد كبير جدا، خصوصا مع اعتناقهم المسيحيه. ولما جه الفتح العربي يا جماعه، لما جه الفتح العربي الاسلامي، يا مستر كان ليه شويه اهداف. ايه اهداف الفتح العربي الاسلامي؟ قال لك اهداف الفتح العربي الاسلامي رقم واحد يا جماعه هو نشر الاسلام. ايوه يا مستر، واحنا جينا عملنا الفتوحات الاسلاميه او دخل عمرو بن العاص مصر عشان ينشر الاسلام بس؟ قال لك لا. يبقى بقى يا جماعه الفتح العربي الاسلامي اهدافه ايه؟ نشر الاسلام وتخليص البلاد من ظلم الرومان. تمام. المهم انا عايز اقول لك على حاجه جميله جدا. عايز اقول لك ان اول شخص، بص بقى، مين اول حد فكر ان هو يفتح مصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق ان هو كان بيرسل كتبا الى المقوقس يدعوه الى الدخول في الاسلام. يعني بعت لهم شويه كتب بيدعوهم الى الدخول في الاسلام. يبقى اول من فكر في فكره فتح مصر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق المراسلات او الكتب اللي هو كان بيبعتها يدعو الناس فيها الى الدخول في الاسلام. المقوقس ده اللي هو حاكم مصر كان البيزنطي، اللي هو روماني يعني. طيب المهم يا جماعه، بعد كده اعيدت الفكره مره تانية. يعني الفكره دي اتعادت مره تانية ايام مين؟ قال لك والله يا مستر عندما اشار عمرو بن العاص. يا جماعه عمرو بن العاص كلم الخليفه عمر ابن الخطاب، يعني متواصل مع الخليفه عمر بن الخطاب، وقال للخليفه عمر بن الخطاب بعد اذنك ممكن تسمح لي ان انا اروح افتح مصر؟ فطبعا موقف عمر بن الخطاب ايه؟ رحب واذن له بالفتح. يعني قال له يا باشا يلا روح توكل على الله. فبيقول لك فخرج عمرو بن العاص. ايوه منين؟ قال لك من فلسطين. يعني خرج يا مستر من منطقه اسمها فلسطين، من دوله فلسطين. ليه؟ من اجل فتح مصر. فتعالى بقى اقول لك كده، بص كده معايا وركز بالله عليك اهو. ادي مستر انا عندي اهي كده، ركز في الخريطه دي كده بالله عليك اهو. انا عندي هنا كده مستر هو خرج من هنا كده، من منطقه هنا كده اسمها فلسطين. وللدقه يا جماعه هو خرج من منطقه اسمها قيصاريه بفلسطين. فلما خرج من فلسطين فضل مكمل لغايه لما وصل هنا كده الى العريش. تمام. وبعد كده مستر دخل ايه؟ دخل الفرما. ايوه الفرما اللي هي بورسعيد، حاليا دلوقتي اسمها بورسعيد. يبقى مستر هو راح دخل، هو خرج من فلسطين الاول اهو، خرج من فلسطين. بعد كده مستر دخل العريش. بعد كده مستر دخل الفرما اللي هي ايه؟ بورسعيد. بعد كده مستر كمل يا جماعه، كمل يا رجاله، وقام داخل هنا كده منطقه اسمها بلبيس. وبلبيس دي على فكره في محافظه الشرقيه اهو لمعلوماتك برضو. بعد ما دخل بلبيس يا مستر قام مكمل وقام داخل هنا حصن اسمه حصن بابليون. ولمعلوماتك هو حصره 7 شهور
بعد كده استطعنا ان احنا نفتح حصن بابليون. لما جينا عند حصن بابليون بعتنا مستر الجيش بتاعنا لمنطقتين. اول حاجه يا مستر بعتناه الى منطقه الشمال، يعني بعتناه شمالا، ماشي، بعتنا الجيش من ناحيه الشمال وبعتنا جيش من ناحيه الجنوب. هو الجيش اللي من ناحيه الجنوب ده اتبعت ليه؟ قال لك لتامين حدود مصر الجنوبيه، عشان نامن حدود مصر الايه يا جماعه؟ الجنوبيه. طيب اما الجيش اللي رايح في الشمال، قال لك الجيش اللي رايح في الشمال ده راح دمنهور، يعني دخل منطقه اسمها منطقه دمنهور، وكمل يا جماعه لغايه لما تم فتح ايه؟ الله ينور عليك، تم فتح اسكندريه. خد بالك احنا يا مستر فتحنا اسكندريه، اسكندريه دي فتحناها بس بعد حصار دام 14 شهر في الاول، وقدرنا ان احنا بعد كده نفتح مدينه ايه؟ اسكندريه. فتحنا مدينه اسكندريه ودخلنا عملنا صلح مع اهلها. كان شروط الصلح ايه؟ بس قبل اي حاجه انا هنا بتكلم عن شروط صلح الاسكندريه. هو الاطراف كان ما بين مين ومين؟ قال لك ما بين عمرو بن العاص ومين يا مستر؟ قال لك والمقوقس حاكم مصر البيزنطي. المفاوضات دارت ما بينهم هما الاثنين، وقال لك يا مستر عادي ان احنا هنعمل هدنه مدتها 11 شهر، لا يتعرض احد من الطرفين على الاخر. يا جماعه يعني ايه؟ يعني يا باشا احنا هدنه، يعني ايقاف الحرب بين الطرفين لمده 11 شهر، ولا انت تيجي عليا ولا انا اجي عليك، ولا انت تحاربني ولا حاربك. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، يبقى اليهود في اسكندريه. عادي لو اليهود قعدوا في اسكندريه مفيش مشكله يا مستر. لا تمس الكنائس بسوء، يعني محدش يقرب للكنائس يا جماعه، لا تمس الكنائس بسوء. طب رقم 4، قال لك والله يا مستر ترحيل ايه؟ قال لك الحاميه الرومانيه بحرا، هيمشوا عن طريق البحر مع اخذ امتعتهم، ياخدوا حاجتهم، واموالهم، كلام جميل، وممتلكاتهم، كل حاجه عايزينها ياخدوهم وهم ماشيين، كل حاجه تخصهم ياخدوها، تمام. بس قال لك لا، قال لك كمان يا مستر بص رقم 5 بيقول لك ايه؟ الا يعود الروم مره اخرى او يحاولوا، طبيعي، استردادها، يعني ما نشوفش وشكم هنا تاني، ولا تحاولوا ان انتوا تستردوا هذه المنطقه مره تانيه. يبقى اذا يا مستر التفاصيل بتقول لك خط سير عمرو بن العاص اهو. خرج منين يا جماعه الاول؟ هتقول لي يا مستر والله هو خرج من منطقه اسمها فلسطين، بعد كده يا جماعه راح العريش دخلها، بعد كده الفرمه، بعد كده بلبيس يا جماعه، بعد كده حصر حصن بابليون، بعد كده ارسل جيشين، جيش يطلع ناحيه الشمال وجيش يطلع ناحيه الجنوب. اللي نازل ناحيه الجنوب من اجل تامين حدود مصر الجنوبيه، ولكن اللي رايح شمالا دخل دمنهور. بعد كده مستر راح حصر الاسكندريه لمده 14 شهر، بعد كده تم فتح الاسكندريه. كان ما بين مين المفاوضات؟ قال لك عمرو بن العاص والمقوقس، ودارت المفاوضات هدنه مدتها 11 شهر يا جماعه، لا يتعرض احد من الطرفين على الاخر. 2، يبقى اليهود في اسكندريه، اليهود يفضلوا قاعدين في اسكندريه، لا تمثل كنائس بسوء، ترحيل الحاميه الرومانيه بحرا مع طبعا يا مستر ان هم ياخدوا امتعتهم واموالهم وممتلكاتهم، ولا يعود الروم مره اخرى او يحاولوا استردادها. لو جيت بصيت كده يا مستر احنا بنقول ايه؟ ترحيل الحاميه الرومانيه ويبقى اليهود والكنائس، صح؟ يبقى اذا احنا بنستنتج ايه يا مستر؟ ان في ناس نالت شويه حقوق، هم الجنود الرومان، خدوا شويه حقوق، هم الجنود الرومان واليهود كمان. وقال لك كمان يا مستر المسيحيين. وقال لك يا مستر هنا كان في حريه الاعتقاد، نستنتج من الشروط دي حريه الاعتقاد، وبصراحه احترام الاخر، ان هم احترموا اليهود واحترموا المسيحيين. كلام جميل، كلام جميل. ده يا مستر شروط صلح الاسكندريه. طيب بعد كده يا مستر قال لك احنا عايزين نعرف بعد كده يا مستر ايه هي نتائج فتح مصر. طيب ايه بقى نتائج فتح مصر؟
قال لك والله يا عم مجدي نتائج فتح مصر رقم واحد، تحولت مصر، ايوه مصر تحولت من ايه؟ قال لك من ولايه بيزنطيه يا جماعه الى ولايه اسلاميه. تحولت مصر يا جماعه من ولايه بيزنطيه الى ولايه اسلاميه، تمام؟ بدل ما هي كانت تابعه للروم اصبحت تابعه للمسلمين. رقم اتنين، عمرو بن العاص يا جماعه، عمرو بن العاص اصبح اول والي يمسك مصر. اول والي على مصر يا جماعه كان عمرو بن العاص. مش بس كده، قال لك يا مستر ده كمان عمرو بن العاص اكد على ايه بقى؟ على حريه الاعتقاد. يعني من الاخر كده كان في تسامح ديني، حريه الاعتقاد. قال لك يا مستر كمان غير حريه الاعتقاد ده ادالهم الامان على اموالهم وعلى ممتلكاتهم، تمام؟ لا وكمان يا مستر قال لهم ايه؟ ودور عبادتهم. يعني ايه دور عبادتهم؟ يعني محدش هيقرب لكم في اي حاجه انتوا بتعبدوها، يعني محدش هيقرب، مش هنمس الكنائس بسوء مثلا، مش هنقرب لاي حاجه تخص العباده بتاعتكم. وده طبعا يا جماعه كلام جميل جدا. طيب بصوا يا جماعه، اهو بيقول لك اهو بدأ التفكير في نشر الاسلام لمصر حينما ارسل، طبعا ايام الرسول، حينما ارسل كتبا للمقوقس حاكم مصر يدعوه للاسلام. بعد كده الفكره تعادت تاني ايام عمرو بن العاص، لما اشار عمرو بن العاص على الخليفه عمر بن الخطاب، اداله اذن بالفتح وخرج منين؟ من فلسطين. طيب هنا بيقول لك نجح جيش المسلمين بقياده عمرو بن العاص اهو ان هو طبعا يدخل مدينه العريش، بعد كده يدخل ايه حتى وصلوا الى مدينه اسكندريه. اهو بص قال لك ايه؟ باقي المدن المصريه التي فتحها طبعا الفارما ومدنين وبلبيس ودمنهور وعين ايه؟ وعين شمس. هنا انا عايز اقول لك صح، لما جه بلبيس دخل عين شمس، بعد عين شمس مدنين، بعد كده حصن بابليون. طيب المهم مصر الاطراف عمرو بن العاص والمقوقس. طيب اهم الشروط ان تعقد هدنه مدتها 11 شهر زي ما انا قلت لك اهو، ولا يقيم احد من الطرفين خلالها باي عمل حربي، ترحيل الحاميه الرومانيه عن طريق البحر ويحمل الجنود معهم متاعهم واموالهم وهم امنون، يعني يغوروا في داهيه، الا يعود الروم مره ثانيه الى مصر او يحاولوا استردادها، والا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء، وان يبقى اليهود باسكندريه. طيب ان الصلح ده ضمن حقوق العديد من الفئات، لسه قالها لك الجنود الروم واليهود والمسيحيين. واكد الصلح يا جماعه على مبدا الحريه الدينيه واحترام الاخرين، وقلت لك حته الاتجاه نحو الجنوب. اما بقى يا جماعه بالنسبه لنتائج فتح مصر، فاحنا قلنا تحولت مصر من ولايه بيزنطيه يا جماعه الى ولايه اسلاميه، واصبح عمرو بن العاص اول والي على مصر. طبيعي. ومستر عمرو بن العاص ادى لاهل مصر الحريه الدينيه يا جماعه، وحرص على حمايه اموالهم واماكن عبادتهم. يعني قال لهم مش هنمس اي حاجه تخصكم بشيء، يعني مثلا مش هنيجي جنب الكنائس بتاعتكم، كل حاجه زي ما هي بطبيعتها. طيب تعالى نتكلم عن نظام الحكم يا جماعه. بيقول لك لما دخل المسلمون يا جماعه ولما دخل عمرو بن العاص ابقى على نظم الحكم اللي موجوده، ابقى على النظم السياسيه، ابقى المسلمون على النظام السياسي الذي كان موجودا قبل الفتح. ولكن يا مستر بداوا يشغلوا بعض المناصب السياسيه اللي تديهم سلطه ان هم يديروا بوجه عام، يشرفوا على الاداره بوجه عام. ومن هذه المناصب طبعا يا جماعه الوالي وصاحب الشرطه. بس عايز اقول لك يعني ايه عصر الولاة؟ عصر الولاة ده عصر بيبدا، قال لك هو بعد الفتح الاسلامي، هي الفتره التاريخيه التي تبدا بعد الفتح الاسلامي، ماشي؟ قال لك وتنتهي ببدايه تاسيس احمد بن طولون الدوله الطولونيه. وكانت مصر خلال تلك الفتره ولايه تابعه للخلافه الاسلاميه اللي هي الخلافه الراشده او الخلافه الامويه او الخلافه العباسيه. طيب مستر هنتكلم عن الوالي. في البدايه يا جماعه انا حابب اكلمك عن الوالي. فالوالي في عصر الخلفاء الراشدين وبني اميه وعصر عباسي اول كان يتم تعيين الولاة، او كنا بنعتمد على الولاة من العرب، ولاة من العرب لاداره شؤون البلاد الداخليه. ولكن يا مستر في العصر العباسي الثاني كنا بنختار الوالي ده يا جماعه من الفرس او الاتراك. وخد بالك العصر العباسي الثاني كان عصر بيبقى ضعيف، فكان الوالي بيتغير اكتر من مره نظرا للضعف. تمام. الوالي كان بيحكم منين؟ قال لك من دار الاماره، ودي كانت موجوده فين؟ في الفسطاط. ومين اللي عملها؟ عمرو بن العاص. فقال لك بص كده، عصر الخلفاء الراشدين وخلفاء بني اميه وخلفاء بني العباس في العصر العباسي الاول تم تعيين الولاة من العرب لحكم مصر واداره شؤونها الداخليه.
اما في العصر العباسي الثاني قاموا بتعيين الولاه من الفرس والاتراك يا جماعه. ونظرا لضعف الخلفاء اهو في العصر العباسي الثاني كان يتم تغيير الوالي في مده قصيره، واحد يمسك واحد يتشال، واحد يمسك واحد يتشال. ومقر الوالي يا جماعه بيقول لك مقر الوالي فين؟ كان يقيم بدار الاماره التي انشاها عمرو بن العاص في مدينه الفسطاط. طيب صاحب الشرطه بقى، صاحب الشرطه ده يا جماعه الوالي كان هو اللي بيعينه، واحيانا بيتدخل الخليفه في اختياره، يعني ساعات الخليفه هو اللي كان بيتدخل في اختياره. ولكن المصر هو صاحب الشرطه ده الوالي لما بيكون مشغول او رايح منطقه معينه وسايب المنطقه، فهو كان بينوب عنه في اداره شؤون البلاد. يبقى اذا يا مستر لان صاحب الشرطه كان ينوب عن الوالي في اداء مهامه حال غيابه عن منصبه، لو هو مش موجود وراح منطقه ثانيه او غايب عن المنصب بتاعه ومش موجود في المنطقه، هو اللي يمسك مكانه. قال لك من مهام صاحب الشرطه، طبعا مهام صاحب الشرطه من مهامه يعمل ايه؟ قال لك والله يا مستر الحفاظ على الامن الداخلي ويمنع وقوع الجرائم والقبض على الجناه المفسدين. ايوه بيحافظ على الامن الداخلي، يعني استقرار وامن داخلي، ويمنع ان اي جريمه تحصل. مش بس كده، يقبض على الجناه، يعني اي حد بيرتكب جريمه او اي حاجه لازم يقبض عليه. كمان بينفذ العقوبات التي يحكم بها القضاة، اي قاضي يعمل حكم هو بينفذ العقوبه دي. طيب القاضي يا جماعه هو نظام اداري وضعه العرب بمصر، نظام اداري وضعه العرب بمصر بعد الفتح الاسلامي، ويقوم على اساس الشريعه الاسلاميه يا جماعه، بيقوم على اساس الشريعه الاسلاميه. قال لك بس اما غير المسلمين، لو انا شخص غير مسلم فكان لهم القضاء بتاعهم، كان ليهم قضاه خاصه بيهم، ولكن ممكن يا مستر هم يلجأوا للقضاه المسلمين طبعا، الا اذا احتكموا الى القاضي المسلم. وكان الخليفه هو من يعين القاضي يا جماعه، وكانت وظيفه القضاه من الوظائف الساميه الرفيعه والتي كانت لها هيبه وسط الناس، يعني محاطه بهيبه، بنهيب القاضي ده. وكانت مجالس القضاء تعقد عادة، يعني بيقعدوا فين؟ في جامع عمرو بن العاص. وبكده يا جماعة احنا خلصنا الجزء الأولاني من الدرس الأول في الوحدة الثانية. أتمنى أن حضرتك تكون استفدت كويس جدا، وكمان قول لنا رأيك في الكومنتات، ويا ريت تعمل للفيديو ده شير لكل أصحابك عشان يوصل لك مننا كل جديد، وعشان تشجعنا ان احنا نستمر كده. وقول لي رأيك في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله على خير في الجزء الثاني، هنزله لك ان شاء الله في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.